السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده انا دابحة النهاردة فرخة بلدي. انا لقيتها كده ايه، يعني مش ولا بد، حالتها كده مش ولا بد، كانت ساكتة كده، يعني كانت غير العادة بتاعتها. فقلت اذبحها وهوريكم هلاقي فيها ايه بقى النهاردة. فاما بقى لقيتها ساكتة كده وايه، مش على طبيعتها، لا بتضحك ولا لا بتضحك ولا بتهزر زي عادتها. قلت ايه، اريحها بقى. فدبحتها بقى وايه، وجبت المية السخنة زي ما انتوا شايفين كده. والله انا ما بحب اذبح الفراخ اللي هي بتبقى كشه كده ولا حاجه، بس انا قلت لقيتها حلوه وتقيله وتقيله جدا، ولقيتها واكله وكل حاجه، بس يعني كانت متغيره شويه يعني. فقلت ايه، هذبحها واشوف كده فيها ايه. كده حطيت بقى الميه السخنه كده اهو، ويمين وشمال، لحد ما ايه، ما الريش كله يجي في الميه السخنه اهو. هفتح بقى المية عليها ساقعة كده شوية عشان أعرف أنضفها بسيط كده، واديله بقى تنظيفة حلوة كده. هي كانت بصراحة مهوداني، كان الريش عمال بيتشال بكل سهولة. أنا بنضفها، والفراخ التانية جنبها هي برضه عمالة تلعب حواليا. وقعدت بقى إيه، أشيل الريش كده. ما غلبتنيش يعني في التنظيف. وبالشكل ده لحد بقى إيه ما هخلصها وهوريها لك. هي الفراخ البلدي عموما ما بتغلبش في التنظيف، بيبقى الريش بتاعها يعني بيطلع، غير البط والحاجات دي هي اللي بتغلب. زي ما شايفين في ثانية، انا ما كملتش بالظبط كده دقيقتين وكنت منضفاها. والحتة بتاعت الجناح دي انا بقطعها بالريش كده، بسهل على نفسي، لان هي كده حتة عضماية ولا حد بياكلها ولا حد بيجي ناحيتها، فما يستاهلش ان انا اقعد انضف. نضفتها بقى ولميت الريش وكده زي ما انتم شايفين. بصيت لقيت بقى شكلها غريب كده، يعني الحصالة بتاعت اللي بتاكل تحط فيها الاكل ديت، الحصالة بتاعتها لقيتها كبيرة جدا كده. بصوا زي ما انتم شايفين عاملة ازاي، ومن ورا كده حاجة يعني غريبة كده. فانا قلت بقى ايه، هفتحها واشوف بقى ايه اللي هلاقيه جوه كده. شوف الحصالة بتاعتها مليانة يعني عندها سوء هضم او حاجة زي كده، مش عارفة. اكل كتير جدا بس ما تهضمش ولا اطلعها بقى بالراحة، لان لو فتحتها هتبهدل الدنيا. الحمد لله اهو، العملية تمت بايه، بنجاح اهو. طلعت كلها، بس برضو وقعت شوية اكل كده انا بلمهم وهشطف كده مكانهم، مكان الحاجات دي اهو زي ما انتم شايفين. هنيجي بقى لفتح البطن بتاعتها. انا بصراحة والله بقيت خايفة، يعني مش عارفة افتحها منين اهو. وهوب اتفاجئت بقى بالمية اللي انتوا شايفينها كده، مش عارفة المية دي كلها كانت جاية منين اهو. انا بقى اما لقيت المنظر ده، طبعا انا نفسي شالت منها، استحالة هقدر اكلها بالمنظر ده. قلت اما اطلع كده اشوف برضو في ايه تاني. بحاول اطلع الحاجات اللي جوه عشان اشوف في ايه كمان يعني. لقيت بقى المصارين بتاعتها منفوخة بطريقة مش طبيعية زي ما انتم شايفين، بس عاملة ازاي، والكبدة والقناصة اهو على الزبالة.
وبعد كده قلت انا هعملها وهطبخها وهغلب نفسي، وفي الاخر برضو مش يعني انا عماله انضف فيها برضو، وعماله افكر يعني اعمل فيها ايه دي، اعمل فيها ايه. وفي الاخر ربنا هداني اهو. بص برضو شكلها كده ما يشجع. في الاخر قلت ايه، انت هتعمليها والله هطبخها وهتقعد تستوي ومعرفش ايه، وفي الاخر مش هتتاكل. فقلت على الزبالة اهو، لان استحالة حد هياكلها بالمنظر ده، لان المية دي كانت ريحتها وحشة. وخلاص على كده يعوض ربنا طبعا، والحمد لله على كده.